السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عاشقي اللغة العربية، نكمل مع بعضينا على قناة رجبيات كورس النحو بتاعنا. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إعراب الأفعال، وكنا قلنا الفعل يا إما مبني يا إما معرب. والنهاردة هنبدأ بقى بتفصيل الكلام، يعني إيه ماضي مبني ومبني على إيه. الفعل الماضي اتفقنا إن هو مبني. طيب هندوق مع بعضينا اتفاق تاني مهم جدا. الفعل يتصل به ضمائر اسمها ضمائر متصلة. الضمائر ديت مهمة قوي ان الطالب يبص على الضمير ويتعرف على انواع الضمائر اللي هتخش في الافعال. هجمع لكم الضمائر دي كلها في كلمة تناوين. نحفظوا بقى الكلمة الغريبة دي، مش غريبة ولا حاجة، هنبدأ نتعلموا. الكلمة ديت انا كاتبها تناوين. طب ايه الكلمة دي يا مستر؟ الكلمة دي 6 ضماير. كم ضمير؟ 6. ايه هم بقى؟ ده اسمه تاء الفاعل، هحتاج انا الضمير دلوقتي. وانا الفاعلين، والف الاثنين، وواو الجماعه، وياء المخاطبه المؤنثه، ونون النسوه. طب ايه علاقه الدنيا يا مستر بالفعل؟ اصل الفعل بتاعنا هيخش عليه احد الضمائر دول فهيغير علامات اعرابه، وده مهم قوي بالنسبه لنا. فقد يتصل بالفعل مجموعه الضمائر دي اسمها ضمائر الرفع المتصله، اسمها ضمائر الرفع. يعني الضمائر دي اصلا اعرابها فاعل، لما بتيجي بالفعل ده هيتعرف فاعل. نبدا مع بعض، خلي الضمائر قدامنا ونشتغلوا عليها اللي هي محصوره في كلمه تناوين. يلا بينا. الفعل الماضي مبني على 3 احتمالات، يا اما مبني على الفتح، تمام، يا الضم، تمام، يا السكون. خلصت. يبقى الماضي مبني على هقول فتح، ده العادي بتاعي، يبقى اي ماضي في الدنيا مبني على الفتح، تمام. طب امتى هقول مبني على الضم؟ اذا دخل عليه واو الجماعه اهي، اللي هي من الضمائر دول. طب امتى هنقول مبني على السكون؟ لا اصبر بقى شويه، هاخدها معاك. لما اقول مثلا كتب اهي، كتب، لو انت بتنطق صح هتلاقي الفتحه. ولقد جاءكم امن فهتلاقي الفتحه. لو انا دخلت على الفعل ده واو جماعه فهقوله كتبوا اهي. بص كتبوا اهي، انت هنا حاطط لي واو ايه؟ الجماعة على فعل ماضي. لو انت نطقته هتلاقي كتبوا، هتلاقي الباء عليها ضمة، لأن علامة البناء هتوضع على آخر الفعل. واو الجماعة ضمير زيادة، إنما النهاية الأصلية للفعل هي الب، فهتلاقي أنت الب بنطقك يا طالب يا صغير ضمة. طب والسكون بقى؟ تعالى لي بقى. لو قلت لك مثلا قالت فاطمة الحق، إيه يا مستر التاء دي؟ مين اللي قالت؟ فاطمه. اسمها تاء التأنيث. تاء التأنيث. هل انا تاء التأنيث ديت حاططها مع الافعال؟ لا، اصل تاء التأنيث دي حرف وليست ضمير. خلي بالك وانت بتقرا، تاء التأنيث تعود على مؤنث. امال ايه بقى تاء الفاعل؟ بص بقى وركز، شوف هقولها ازاي. انا هاخد الفعل قالت ده واحط له تاء فاعل بتاعتي انا، فاقول قلت. طبعا هدخل عليه ان الفاعلين فهقول قلنا. طبعا هحط عيون النسوه واقول النساء قلن. ايه ده بقى؟ الشكل اتغير خالص. لو انت بصيت هتلاقي الالف بتاعت قال مش موجوده في الفعل قلت. طب راحت فين؟ يقول لك الفعل لما دخل عليه تاء الفاعل وانا الفاعلين اللي هم احنا اللي عملنا الفعل، ونون النسوة بتاعت جمع المؤنث، يقول لك يبنى على السكون. عشان كده الالف اتشالت منعا من التقاء الساكنين، واحنا بالتدريج هنتعلموها مع بعضينا. فلما اقول لك مثلا مره الرجل، ده فعل مشدد، مره مبني على الفتح. لما انا حبيت ادخل عليه تاء الفاعل هقولها ازاي؟ مررت. ايه ده بقى؟ الكلام اتغير خالص. طب الفاعلين مررنا، الله. طب النساء مررن. ايه اللي حصل؟ اصل السكون تخلي الشد تتفك.
يعني انا عشان دخلت تاء الفاعل بقيته على السكون. طب وبعدين قال لك السكون هنا على الشده، ما تنفعش. الشده دي معناها فتحه وسكون، انا هدخل سكون بقوا كام ساكن؟ بقوا 2 ساكن. ما ينفعش فعل يتضاعف ب2 ساكن، لازم افك التضعيف واحط السكون. كده اقول بقى الماضي يبنى على 3، يا اما على الفتح وده في الطبيعي، ويبنى على الضم مع واو الجماعه. فلما اقول يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، واقول لطالب اعرف امنوا، يقول لي فعل ماضي مبني، تمام. يبدا يختار من ال3 بس، يا فتح يا ضم يا ايه يا سكون. طب هنا اخره ايه؟ واو ايه؟ واو الجماعه اللي هي تعتبر فاعل. واو الجماعه دي يبقى مبني على ايه؟ على الضم. يبقى انا ما اعربتش عشوائي، انا اعربت بالقاعده. فالماضي يبنى على 3، يا ضم يا فتح يا سكون. ونسيب الماضي على جنب ونروح للفعل الامر. اتفقنا برضو ان الامر مبني، ويبنى الامر برضو على 3. بص بقى الفروق، يبنى على السكون ده الطبيعي، ويبنى على حذف العله. دخلنا في كلمه حذف. ويبنى على حذف النون. الله، هو ايه الفرق؟ ده يبنى على حركات، ده يبنى على حركه وحذف. يبقى الامر عندي حركه علامه بناء قصدي، وعندي حذف. يبنى على السكون ده العادي. طب مبني على حذف العله، نفتكروا مع بعض ايه هي حروف العله؟ واو والف وياء. طب حذف النون امتى؟ تعالى نتعلموا مع بعض. قدام الضمائر اللي ال6 فوقهم، خليهم هنا قدامنا، ضمائر المتصله وايه حاجه ايه اللي بيعملوه في الافعال. تعال نشتغل. فاقول لابني يا بني اقيم الصلاه، اقم الصلاه. ابدا اعرف اقم، اقول لي فعل امر. هتقول لي مبني على ايه؟ هل هنا الحرف الاخير في عله محذوفه؟ تقول لي لا. اقم مفيش حاجه، لا، يبقى مبني على السكون. اروح حاطط بقى السكونيه بايدي عشان اتاكد. طيب يبقى كده مبني على السكون في العموم. طب لو قلت لك مثلا ربنا بيقول لك ايه؟ اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه. هنا اقيموا اخره ايه يا مستر؟ حاجه من ال6. ده هو جماعه. اسمع وركز. يبقى مبني، يبقى امر مبني على حذف النون. واحد يقول لي هي يعني اصلها مستر اقيمون؟ اقول لك لا، مش اصلها اقيمون، لان دي علامه بناء الفعل كده. مع واو الجماعه بني على حذف ايه؟ النون. يقول الله عز وجل اذهبا الى فرعون، اذهبا الى فرعون انه طغى. هنا ربنا امر 2، موسى وهارون، قال لهم ايه؟ اذهبا. يبقى فعل امر مبني على حذف النون. الله برضه لما ربنا بيقول لستنا مريم يا مريم اقنطي لربك، اقنطي. ايه يا مستر دي ياء مخاطبه مؤنثه. اعرف اقول فعل امر مبني على حذف النون. يبقى الامر يبنى على حذف النون اذا دخل عليه 3 ضماير، واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه المؤنثه. وامثله من القران مش من عندنا. طيب ايه حذف العله ده؟ لو قلت الطالب يسعى، وقلت الواحد امرني بكلمه يسعى، فهتقول لي اسعى. ايه يعني ايه اسعى؟ ايه هي جميله اهي. طب امرني بكلمه يسمو، اسمه ايه؟ قمر اهي وزي الفل. طب يا ابني يعني يشيد، ابني يا مستر، ابني اهي. اقول لك ان الكتابه دي كلها غلط. ليه؟ اصل انت خاتم بحرف عله، ما ينفعش يتحط. يعني ايه؟ يعني نحذفوه. نحذفوه. فاقول على يسعى اسعى، واقول على اسمه، ويبني ابني. ايه ده؟ طب انا مستر كده مش هعرف انطقها. اقول لك لا، اصبر بقى. انت هنا حذف الف لينه نحطه فتحه، انت هنا حذف واو نحط ضمه، هنا حذف ياء نحط كسر. انت بقى بالحركه التعويضيه عن العله. يبقى انا هنا بحط حركه تعويضيه عن العله المحذوفه. يبقى دي مش فتحه، ودي مش ضمه، ودي مش فتحه ولا كسر. لا، دي حركه تعويضيه بتعوض بيها عن العله المحذوفه عشان تعرف تقرا. فاقول فعل امر مبني على حذف العله. طب في القران اجيبها لك؟ اقول لك
لما بتقرا الفاتحه بتقول اهدينا اهي، اهدينا، افتح كده المصحف هتلاقي مكتوبه كده اهدينا الصراط المستقيم اهي. فين الياء بتاعت اهدي؟ ما ينفعش تتحط، ليه؟ اصل دي علامه بناء، هي اصلها اهدي كده، ربنا حذف الياء اهو، يبقى مش من عندنا، فحذف العله وجوبا في بناء الامر على حذف ايه؟ العله. يبقى الامر بني على 3: السكون، وانك تقف عند الكلمه توقف الحركه عنها، اقم، اعمل، اخلص. طب حذف العله اذا كان اخره واو او الف او ياء تحذف ويعوض بحركه، فان حذفت الالف حط فتحه، وحذفت الواو حط ضمه، واذا حذفت الياء تحط كسره عشان تعرف تنطق الفعل، ويبنى على حذف النون مع واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه، والامثله توضح لك علامات بناء الفعل الامر. وهنا نقول الامر مبني على 3 والماضي مبني على 3، ونبدا بقى نفهم نحو ونبدأ نركز مع بعض ونخلي المضارع عشان كبير قوي في حلقة لوحده. واشوفكم على خير ونستودعكم الله سبحانه وتعالى على خير، ونشوفكم الحلقة الجاية. وما تنساش اعمل اشتراك وانشر المعلومة عشان كلنا يستفادوا من علم النحو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.